هو ليه ممكن نشوف مدير طيب ولكن مش بيتسمع كلامه؟ المدير الطيب ده اللي هو قلبه كبير وكل اللي حواليه بيحبوه وداعم وبيحتويهم، ولكن يجي وقت الجد وما بيكونش فيه حزم. تعالي لي كده مدير لما اقول لك المدير الطيب ده مش ضعيف ابدا، ولكن هو فاهم الحزم غلط. يعني هو بيتجنب المواجهة أو ما بيحبش يزعّل حد، لإن هو جوّاه مخاوف وللأسف وقت الجد بيستجيب ليها وهي اللي بتحرّكه. عنده خوف من إن هو يخسر الناس اللي حواليه، هو رابط قيمته بتقبُّل أو بالقبول من اللي حواليه، فطول ما هو بيتقال له أنت مدير جميل، إحنا بنحبك، أنت أكتر حد إحنا بنرتاح له، هو كده بيكون حاسس إن هو تمام. plus إن هو ممكن يكون في تجارب قديمة مَر بيها في سُلطة قاسية وهو رافض الصورة دي، فهو دايمًا مش عاوز يكون المدير القاسي اللي الناس بتهرب منه، فالعقل بيميل للأمان، الأمان في إيه؟ في القبول، الأمان في التجنُّب، عدم المواجهة. ودي لعبة بيلعبها علينا العقل بتاعنا، لإن هو مش هيروح أبدًا ناحية المجهول، المجهول ده هو اللي ممكن يكون فيه كسر للعلاقة أو صورتك تتهز أو قيمتك تتهز برفض الطرف الآخر ليك، أو بإن هو يقول عليك صفة القسوة اللي أنت بتحبهاش تتوصف عنك، في حين إن لو هو أخد حزمك ده على إن هو قسوة تبقى المشكلة عنده مش عندك أنت. ولكن خلّينا نوضّح مفهوم الحزم. الحزم باختصار هو وضوح، بمعنى أنت كل اللي مطلوب منك وأنت بتتعامل مع الstaff بتاعك اللي أنت توضّح لهم 3 حاجات، المهمة اللي المفروض يعملوها بوضوح 1، 2، 3 والتوقيت الdeadline، deadline يا جماعة هو الstaff مش هيقعد بقية حياته بيعمل في نفس الtask، لازم تحدد له توقيت، ولو التوقيت ده جه وما عملش الtask اللي عليه، إيه الaction اللي هيتاخد؟ ال3 حاجات دول أنت كده بقيت مدير طيب ولكن حازم، واضح. الحزم من غير طيبة بتتقلب لقسوة فعلًا، والطيبة برضه من غير حزم بتتقلب لضعف وبتتفسر ضعف. فالمدير القيادي الشاطر هو اللي يربط ما بين الاتنين، الطيبة والحزم. وده هيحصل إزاي؟ خطوة عملية تقدر تعملها من النهارده، العب على عقلك كده لعبة عقلية خفيفة، ما تقولوش أنا مدير طيب لكن عايز أبقى حازم، هو رابط الحزم بحاجات مش حلوة دلوقتي، أنت هتقول له أنا مدير طيب ولكن عاوز أكون واضح. طب والوضوح ده هيحصل إزاي؟ اللي أنت تنفذ ال3 خطوات اللي اتفقنا عليهم، تحدد التاسك بشكل واضح فعلًا في نقط، والتوقيت بتاع تنفيذ التاسك، والأكشن اللي هيحصل لو ده